ازيكم عاملين يا رب تكونوا بخير. هتكلم معاكم عن زيت كيش كينج الهندي الاصلي وازاي تفرقي بينه وبين التقليد. بصي، الاصلي بيكون الكيش كينج دي بارزه والتاج دي بارز، وامامي دي مش بارزه خالص وفي نجم عليها هنا وحرف الار صغيره برده دي مش بارزه. تمام. ولما تدخلي الباركود الموجود على العبوه من تحت على اي تطبيق في الموبايل، تطبيق ميد ان، هيطلع لك ان ده صنع في الهند. تمام. وهنا بيكونوا كاتبين المكونات بتاعته. هنا في كلمه عبوه عالميه. دي معناها ان العبوه دي بتتوزع لدول غير الهند. دي المكونات بتاعته: زيت نخاله الارز الاسيوي، وبرافين سائل، زيت بذور السمسم، فاكهه الاملاح، فاكهه الامنج. بس انا اللي شدني ان تاني مكون فيه هو البرافين السائل. انا كنت جايباه عرض 300 مللي زائد 100 مللي هديه. وده شكل العبوه 300 مللي من جوه. دي 300 مللي ودي 100 مللي، وبيكون جاي معاها زي مش صغير بتتركب مكان دي، وبيكون مفتح كده في فتحات علشان الزيت ينزل منها. انا اوريك على صغيره. ده بيكون شكله وانتي بتسرحي بيه كده بينزل الزيت. هو ملمسه خفيف على الشعرايه ولونه زي ميديوم اصفر كده شفاف. بس ريحته مش الطف حاجه، فدي بتاكد ان هو الاصلي. ريحته مش الطف حاجه، يعني في ناس كتير مش هتقدر تستحملها، انا مش بستحمل ريحته. كمان لما حطيته على شعري على كده وسبته نشف شعري، فانا شعري من النوع اللي بحط عليه زيوت بتنشفه، فبعمل لشعري حمام زيت بس، فانا بستخدمه كحمام زيت وممكن اخلط معاه زيوت تاني. ده كان ريفيو عن زيت كيش كينج الهندي الاصلي. لو حد جربه ما تنسيش تكتبوا لي في الكومنتات تحت. انا من رايي لو بتفكري تشتريه، انا بقول لك لو انت اشتريتي زيوت طبيعيه، بس انا بنصحك لو بتفكري تشتريه، ما تشتريوش لان سعره هنا في مصر غالي جدا. كمان يا جماعه، لو انت اشتريتي مجموعه زيوت طبيعيه ومتاكده من مصدرها جدا، وخلطتيهم مع بعض وعملتيهم حمام زيت، ده هيكون افضل واحسن من الزيوت الهنديه. بس ده كان رايي بصراحه في زيت كيش كينج. ولو حد جربه يكتب لي في الكومنتات تحت كانت ايه النتيجه معاه.